السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ اليوم سويت لكم طريقة الكليتشة بطعم يذوب بالحلق. استخدمت طحين زير ودهن جنة، هنا التمر فلسته كامل، وحلقوم ولبجوز. هنا عندنا الهيل راح نطحنه بالطاحونة. باعوا حبايبي ضفت للتمر دهن حر ولبجوز، بس هنا شفت الشغلة التعب راح سويته بمحضرة الطعام، طحنته حتى ما ياخذ من عندنا وقت هواية وحتى نكمل بسرعة. هنا طحنا الهيل، راح نضيف منه للتمر ونضيف منه للعجين. هنا راح اطحن البجوز حتى يكون سهل علي الشغل. باعوا شلون هيك حجم اريده. ضفت هنا على التمر البجوز ودهن حر، اذا ما موجود دهن حر عادي يعني زيت زبد مو مشكلة، بس انه انا متوفر عندي دهن حر. هسه راح نضيف الهيل ونعجنه، هذا شكله بعد ما كملت التمر. هنا هسه راح نبلش نضيف 3 اكياس طحين ابو الكيلو، 3 كيلوات انا مسويه. طبعا دا اعطيكم المقادير المضبوطه، والكليتشه تطلع تذوب بالحلق، اذا تلزموها تتفتفت. 3 اكياس طحين. راح نضيف الهيل، كمية هواي على مود النكهة تصير طيبة، ونحركها شوية. خاشوقة أكل شكر استخدمت، وخاشوقة شاي ملح. اكو بيهم يعني يستخدمون شكر هواي، انا ما احبها لان هو التمر حلو، الحلقوم حلو، فما يحتاج شكر هواية. هنا راح نضيف الدهن، دهن الحر، انا عندي دهن حر. الدهن اللي راح نستخدم على 3 كيلوات طحين دهن جنة ابو الكيلو، هو ما راح يجيبي كيلو كامل، لا راح يجيبي يعني نقص، القوطية مو الكيلو تجيبيها نقص، وتضيفون وياها اما 3/4 البطل الزيت، او اما 700 غرام زبد، او اما 700 غرام دهن حر بكيفكم. انا دا احكي لكم المقادير المضبوطة. هنا راح نبلش نفتفت بيها. طبعا ما يحتاج تختمر نهائيا، تكملون عجن وتبلشون الشغل. هنا راح اضيف خاشوقة اكل خمرة وظرفين بيكنج باودر، بس هذول اللي استخدمهم بالعجينة. باعوا بنات بنفس القياس الدهن جنة راح اضيف المي، وبعد ما احتاج نهائيا. هذا شكلها بعد ما كملت. باعوا العجينة والطعم كلش طيب، والعجينة فد حلوة ويعني وما تتعب، وبكيفكم يعني تستخدموها بكيفكم، ما تتعبكم نهائيا. راح نتركها دقائق، فد 10 دقائق ونرجع عليها. ما جبنا والتنا. هنا التمر شكلته اصابع على مود يسهل الشغل. باعوا هنا بلشنا الشغل، يعني ما اخذت وقت لا تختمر ولا بين ما نحضر، احنا كل شيء نبلش نعجن ونبلش شغلنا. هنا بلشنا بالتمر. والقطع صغيرة تصير اطيب. باعوا هذا شكلها، هيك قياس اني اسوي. هنا راح نبلش نشويها، نشغل الفرن من جوا قبل لا نبلش الشغل فد نص ساعة. باعوا شكلها شلون تذوب وتتفتفت بالايد. وهذه بعد ما خليتها بحافظات، وراح اخليها بالمجمدة حتى من اطلعها كأنما هستوني مسويتها، ما اخليها بكاونتر او اخليها بكيس، لا تخلوها بالمجمدة.